صناعتنا العراقية رجعت تنافس المستورد وتثبت وجودها، وبدعمنا إلها نرجع للتصدير. نجيب البيض وراح نحتاج هواية بيض بشغلنا، فأكيد كل البيض المستخدم عراقي. نجيب 720 بيضة، وبعدها نجيب 40 كيلو شكر، نحط لها رمز ونعوفن ينخلطن شوية، وبعدها نجيب 30 لتر زيت، نجيب 50 كيلو طحين ونغرقها ب 15 لتر مي. بعدها ينتقل من هذا الخلاط يروح لهذا المكان، وبعدها بصوندات ينتقل، وبهاي المرحلة هاي الماكينة تنزله بالكبات، بعدها يدخل بهاي الافران الايطالية الضخمة، وراها يطلع لنا بهذا الشكل الذهبي. هاي هسه وها كملت حار بحار، شوف ايش قد هشه. وهاي المرحلة تنحقن بها بالكاكاو وبعد 5 اطعام مختلفة. وهاي المرحلة الأخيرة بعد ما تحشت، وبعدها نجي على المرحلة الأخيرة وهي التغليف. يمشن على هاي السكة، واخر شيء راح توصلكم بهذا الشكل. وسألوا عليها الاسواق اليومكم كب كيك حكايه، وبعدها طبعا يتوزع لكل المحافظات. اي ابو جمله واحد يريد يحجز منهم هاي الارقام مالتهم. انا عمار العبادي وهذا كب كيك حكايه.